اهلا بيكم واصدقائي الغلابه في حلقه جديده من حلقاتنا. عايزينكم تصحصحوا معانا في الحلقات اللي جايه عشان هتبقى مليانه تنافس. بس قبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك وشير وتعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس وانزل بالانترو يا عم بقول. في الحلقات اللي جايه اللي هنقدمها لكم هتشوفوا شكل تنافسي مختلف في المواضيع اللي هنناقشها معاكم. احنا هنا بنمثل الاختلاف الكروي اللي موجود عندنا كلنا، يعني انا مثلا زملكاوي مدريدي بشجع البرتغال في مشوارها في كاس العالم، وانا اهلاوي برشلوني بشجع الارجنتين في كاس العالم. عشان كده هتكون حلقاتنا عن مواضيع جدليه هنطرحها قدامكم بكل شفافيه وحياديه، وفي اخر كل حلقه كل واحد فينا هيقول لكم الراي بتاعه في الموضوع اللي كنا بنتناقش فيه. وهنستنى منكم في الكومنتات تحددوا يا ترى انتم ميالين لانه تيم، عشان ده اللي هيحدد الكسبان فينا اللي هنعلنه الحلقه الجايه. والنهارده هنتكلم معاكم عن التكنولوجيا وتدخلها في كره القدم، وخصوصا في كاس العالم قطر 2022. شفنا مؤخرا تدخلات كتير للتكنولوجيا في الكوره زي الفار وعين الصقر والكره الجديده بتاعت كاس العالم والوقت بدل الضايع الجديد اللي بقى بيحسسنا كاننا بنتفرج على ماتشات كره يد. في الاول كل تغيير كان بيحصل في الكوره طبيعي تلاقي فيه اعتراضات كتير، زي مثلا الفار في بداياته ناس كتير قالت ان هو بيقتل متعه الكوره وبيحولها للعبه هندسيه ممله، وكل ده يعتبر فلسفه زايده زي ما قال ابو تريكه. على الجانب الاخر ناس كتير شافت ان الفار بيحقق العدل وبيقلل الغلطات، بس ده طبعا لو تم استخدامه صح، وده زي ما صرح انفانتينو ان الهدف من التقنيه انها تثبت مبدا تكافؤ الفرص وتساعد الحكام في اتخاذ القرارات وتفادي الغلطات السهله اللي بنشوفها في ماتشات مهمه، بس برضه من غير ما يهمش دور الحكم. واعتقد مفيش اهم من ماتشات كاس العالم، وطبعا كلنا نفتكر جون لامبرد المشهور ضد المانيا اللي ما اتحسبش في دور ال 16 كاس عالم 2010، وقد ايه اثر في مجريات الماتش. وساعتها الجون ده كان هيخلي النتيجه تبقى 2-2 ويرجع انجلترا لاجواء الماتش تاني، بس زي ما تقول كده لعيبه انجلترا خرجت من اجواء المباراه عشان تنتهي المباراه بفوز المانيا 4-1 وتتاهل من دور ال 16. ولو رجعنا بالزمن هنلاقي ان في كاس العالم 66 انجلترا فازت بكاس العالم الوحيد ليها ضد المانيا بهدف مشابه تيبيكال لهدف لامبرد، بس الحكم كان موفق واتخذ القرار الصح رغم اعتراضات لعيبه المانيا الشديده عليه. وعشان كده اخترعوا تقنيه عين الصقر المربوطه بساعات الحكام واللي قضت تماما على غلطات زي دي، اللي جربوها بعد 56 سنه على جون انجلترا سنه 66 واثبتت ان الهدف كان صح. ودلوقتي نسيبنا من الماضي ونيجي لكاس عالم قطر 2022 والكره التكنولوجيه الحديثه اللي شفناها في لقطات كتير بتساعد حكام الفار وتقنيه الاوفسايد ال 3 دي الجديد. وزي ما شفنا في المباراه الافتتاحيه لقطر ضد الاكوادور حاله التسلل الواضحه لهدف فالنسيا الملغي اللي اثارت الجدل واللي حكام كتير بيغفلوا عنها، فكره احتساب اللاعب الاخير كحارس في حاله خروج الحارس، وبالتالي تدخل الفار كان في محله، وهي دي اللقطات اللي اخترعوا الفار عشان. نيجي لحالات تانية زي هدف لوتارو مارتينيز في السعوديه واللي فتح النار على تقنيه الفار، الهدف اللي اتلغى بداعي الاوفسايد وناس كتير طلعت تتفلسف فوق الفار وتاكد ان الهدف كان صحيح 100% لان اللاعب البعيد لمنتخب السعوديه كان مغطي كتف لوتارو ببعض المليمترات، ودي الحالات اللي احنا بنستغربها في الفار. ونيجي لحالات ثالثه بنشوف فيها حكام عندهم شيزوفرينيا زي حكم مباراه ايران وانجلترا اللي الفار وقتها تجاهل ركله الجزاء الواضحه والحضن اللي اتحضنه مجوار، واللي ساعتها حكام الفار ما تواصلوش مع الحكم حتى واتجاهلت الوضع. وفي اخر المباراه جت لقطه مشابهه لايران، ووقتها حكام الفار صحصحوا واستدعوا الحكم المره دي عشان يحسب ضربه جزاء صحيحه لمنتخب ايران. حالات كتير وكتير غير دول ما بين اوفسايدز ولمسات يد وضربات جزاء واهداف صحيحه ملغيه لطول الوقت لشرحها، وهنا الاختلاف مش عن فايده الفار من عدمه ولكن الفكره في ازاي الحكام بتطبقه صح في الماتش. وننتقل للافتكاسه الجديده بتاعت الوقت بدأ الضايع واللي اتفاجئنا بيها في ماتش انجلترا وايران كاول ماتش يتطبق فيه الارقام الغريبه دي، واللي الحكم وقتها حسب 25 دقيقه وقت بدل ضايع في مجموع الماتش اللي كل الناس استغربتها واتصدمت منها، ولكن طلعت تصريحات من كولينا رئيس حكام الفيفا واللي وضح فيها القانون الجديد وان ما عادش فيه طريقه لتضييع ال 90 دقيقه، وان التكنولوجيا هي اللي بقت تتحكم في احتساب الوقت الضايع بدل اي حاجه في اي وقت ما بتكونش الكوره فيه بتتحرك بين اللعيبه، وبالتالي ما عادش فيه فرصه لاي لاعب يضيع الوقت بشكل سخيف زي الهاني سليمان. وده اللي اتكلم عنه انفانتينو في تصريحاته ان التوجه في الفيفا لتحول لعبه كره القدم للعبه اكتر متعه ومنع اللعب الميت السلبي وزياده المنافسه، لان كل ده محسوب عادي جدا وكده كده هتكمل لعبه 90 دقيقه كامله. ولكن على الجانب الاخر للموضوع ففي بعض المساوئ،
زي ان اللعيبه بقت تشتكي انها بتلعب عدد دقائق وده بيأثر عليهم بدنيا بشكل كبير. وكمان الموضوع ده لغى اهميه الاهداف القاتله في الدقائق الاخيره، زي اهداف الاهلي وريال مدريد القاتله اللي بيعشقها مشجعين كتير. القضيه ممكن يا غبي دي كانت في الدقيقه 85. 45 صح. ونيجي هنا لنهايه موضوع حلقه النهارده، ودلوقتي هنبدا نقول لكم ارائنا بخصوص المواضيع اللي اتكلمنا عليها. اعتقد ان احنا الاثنين متفقين ان الفار وفكره الوقت بدل الضايع حققت فكره العداله الكرويه ومبدا تكافؤ الفرص، الحاجه اللي كنا محرومين منها بحجه سهو الحكام وعدم التفاتهم للحاجات الصغيره اللي دايما بتثير الجدل بين المشجعين وبتفتح النار على الحكام. وانا رايي ان تقنيه الفار بتطبق بشكل كويس جدا، وان الخطا البشري كده كده دايما هيفضل موجود مهما تطورنا، بس السعي في الموضوع وصلنا لليفل كويس جدا، بنتجنب حالات كتير قوي جدليه كنا بنشوفها زمان، وبقت الحالات الغريبه اللي اتعودنا نشوفها في ملاعبنا بقت قليله قوي. ولا انت ايه رايك يا صديقي الغلبان حلاوه؟ انا شايف ان لسه استخدام الفار سيء، والمعايير اللي بيتم بيها اتخاذ القرار لسه مش واضحه ومحتاجه تكون ثابته اكتر من كده، مش زي الاختلافات الكتير اللي بنشوفها في حالات مشابهه دلوقتي، سواء تقصير من حكم الملعب او حتى من حكام غرفه الفار. انتوا كمان ايه رايكم؟ هل انتوا شايفين ان الفار بيتنفذ بشكل كويس دلوقتي ولا محتاج تعديلات لسه؟ ولا اصلا شايفين ان الفار فكره فاشله من الاساس؟ وعرفونا ده في الكومنتات. يا ترى انتوا تيم ريحان ولا تيم حلاوه، عشان تحددوا الكسبان فينا اللي هنعلنه الحلقه الجايه. نشوفكم على خير. سلام.